الاخوان بلا شك كاع شفتوا واحد الفيديو ديال موسكا اللي في البرنوسي اللي تهجموا عليه هذوك الناس بالجناوه وهذا وباغيين يصيفطوه لعند الله من طبيعه الحال لولا لطف الله. هاد المساله هادي غادي نهضر فيها بطريقتي وغادي نقسم المواضيع ديالها على ثلاثه ديال العناصر على بركه الله. العنصر الاول هو ان هاد الحاله خصنا نعرفوا كاملين ان هاد الحاله حاله معزوله، وغادي نفصلوا في هذه القضيه وغادي نعرفوا علاش انها حاله وعلاش هي حاله معزوله. العنصر الثاني هي ان اصحاب السكات غادي نوجه لهم رساله خاصه باش يعرفوا انهم كيختلفوا على مول الحانوت العادي في هاد الناحيه هذه. العنصر الثالث غادي نوجهوا رساله يعني باش تكون عقوبات مشدده، وغادي نعرفوا علاش عقوبات مشدده لهاد الناس اللي كيديروا بحال التصرفات مع موالين الحوانت ولا موالين المحلات بصفه عامه، ربما تكون دار ربما تكون الى اخره. الناس اللي كيتهجموا بهذه الطريقه هذه بالاسلحه وهذا الى اخره خاصهم عقوبات مشدده، وغادي نعرفوا علاش. العنصر الرابع واخا ما قلتوش، المهم العنصر الرابع غادي نضيفوه وغادي نهضروا شويه على الكاميرا والاهميه ديالها في المحل على بركه الله. هذه الحاله ماشي معزوله. علاش هذه الحاله زعما معزوله؟ علاش قلت لكم معزوله؟ حيت هاد الناس اللي دخلوا على هذا مول الحانوت هذا ولا هاد موسكا وركزوا لي على موسكا، يعني ماشي عصابه كتحترف هذا الشيء هذا. على ما يبدو انه يعني ملي ربما بغاو شي حاجه، شي لعيبه مع السكر راكم عارفين ممكن يكون مقطوع هذا، بغاو شي حاجه ما عطاش ليهم ولا تزايد معهم في الهضره، والطريقه اللي بانت ليه هذاك السيد باش ينتقم منه مشى جاب ليه ثلاثه ولا ما عرفتش جوج اخرين ولا شنو هو وجاو يهجموا عليه في المحل ديالو. يعني هذه ماشي حاله يعني فين ما مشيتي كتلقى هذه العصابه ولا كدير هذا الشيء هذا كاع الحوانت، لا، هذا الشيء وقع مع هذا مول الحانوت فقط. يعني هاد الناس هادو اللي تهجموا عليه هما يعني اول مره ربما كيتهجموا، وهذا مول الحانوت هو اول واحد تهجموا عليه. يعني هذا الشيء قلت لكم حاله معزوله. يعني لو كانت ومن طبيعه الحال واخا هكا كيستحق هذا السيد اننا نتضامنوا معاه كخوتو في الحرفه وهذا وبيع وشرايه، خصنا نوقفوا معاه في المحنه ديالو على الاقل فيديوهات ونددوا بهذه القضيه هذه اللي دارت، الى ان هذا لا يمنع ان هذه الحاله حاله معزوله. يعني ماشي منتشر، ما نصوروش الامر انه يعني منتشر واحد انتشار النار في الهشيم وان الحوانت في المغرب كله هو يعني كيتعرضوا ولا الحوانت في كازا كلهم كيتعرضوا لنفس، لا، الحمد لله الناس دابا ولاو كيحلوه حتى للجوج حتى 3 الصباح حتى 12 الليل، الحمد لله هانيه. على داك الشيء باش قلت لكم هذه الحاله راها حاله معزوله. نجيو للعنصر الثاني باش ما يمشيش لنا الوقت هكاك. العنصر الثاني هو ان مول السكا، وهذه رساله كنتمنى من اصحاب السكات انهم يلتقطوها بجديه، انك انت كمول السكا خاصك تختار التعامل ديالك، والتعامل ديالك مع الناس خصو يكون يعني طالع شي شويه على التعامل ديال مول الحانوت. لانك انت نعطيو مثال باش نفهموا هذه القضيه هذه. مثلا هذا السيد هذا جا عند مول الحانوت العادي ما كيبيعش الكارو، ما عندوش السكا، وقال لي مثلا اعطيني واحد الباكيه ديال السكر ولا اعطيني واحد الباكيه ديال اتاي ولا اعطيني واحد الحاجه ما، وقال لي ودي اسمح لي راه ما عنديش وكذا الى اخره. يقدر هذا الانسان اللي جاي يتقدى يتقبلها، لانه السكر يقدر يمشي عند مول الحانوت الاخر ياخذ السكر وهذا الى اخره. يعني واحد الحاجه ما عندها علاقه بحتى حاجه، السكر غادي يمشي ويطيبو الا كاع ما شربش هذا ما عندها حتى مشكل، يقدر يصبر. ولكن في المقابل كيمشي عند مول السكا ربما مقطوع ما كاميش، كيقول لي اعطيني مثلا باكيه ديال الكارو، شي نوع من الكارو، يقول لي اعطيني كارو ولا اعطيني جوج كارو ولا هذا. يقدر هذا مول الحانوت، انا راه ماشي كنقول خصو يعطي ولا كذا، كنعطيك غير كيفاش خصك تتصرف انت كمول الحانوت ومع من كتصرف ومع من كتعامل، كتعامل مع انسان عينيه مسدودين، مقطوع. يعني خاصك هذا الشيء تفهمو. راه انا كنتفهم انه يقدر يعيق عليك كل مره واقف عليك اعطيني وما كيعطيك والو، ولكن هذا الشيء كله هو خصك ديرو في بالك ودير بحسابه، وتعرف ان هذه من العواقب ديال السكا، انها كتجيب لك هاد النماذج هادو ما عندك ما دير لهم، دائما انت الخاسر، ودائما غادي تبقى في الكوميساريه طلعها ما غاديش تساليهم. لذلك فكر مزيان قبل ما تدخل لهاد السكا هادي، وتعرف مزيان انها هكا دايره، ماشي في كاع البلايص من طبيعه الحال، ولكن كاين شي بلايص هكا دايرين، ولا على الاقل كتلقى هذا النموذج في اي ساكا ولا في اي بلاصه كتلقى واحد بحال هذا النوع هذا ولا جوج ولا ثلاثه ولا الى اخره، خصوصا في الاحياء الشعبيه اللي كيتجمعوا فيهم الشباب وكيريحوا مع بعضياتهم، تقدر تكون انت هو الموضوع ديالهم.
يعني ماشي الا بغى الانسان كارو مثلا بحال لا بغى نص الحليب ولا هذا، لا راه الكارو ما يقدرش يصبر عليه، وخصوصا لا عرف انه ما غادي يعطيه حتى واحد. نتمنى هذه الرساله توصل. رساله ثالثه الا وهي خاصكم تعرفوا ايها السلطات ان بحال هذا النوع هذا يعني كيجي عند مول الحانوت ويقدر مول الحانوت، حيت مول الحانوت ديما كاين في الحانوت ديالو، ديما حل ديما كاين، يعني غادي يحظي ذاك المجرم اللي غادي يجي يضرب مول الحانوت مثلا، ويقدر يكون سبب ديال الضرب واهي لا لشيء الا انه ما بغاش يعطيه مثلا رزقه. جا قال لي اعطيني باكيه ديال الكارو مثلا، ولا اعطيني واحد كذا ولا كذا، قال لي اخويا اسمح لي راه عطيتك واحد المره ولا جوج مرات ولا ثلاثه وما جبتيش ليا، يعني هذه المره باقيش غادي نعطيك، وغادي تزايدوا في الهضره وكذا الى اخره. راكم عارفين حراره الانفاس وكذا، وخصوصا الا كان الانسان شي واحد عنيد في الحانوت وهذا راه ما كيتقبلش هذه الرساله هذه. يعني اشنو غادي يدير هذا المجرم؟ غادي يبغي ينتقم منه، والله يا امك كذا والسبان وهذا، وكيمشي غادي يمشي يجيب جنويه وغادي يتسنى حتى تخوى الحانوت، وربما يكون هذا مول الحانوت متكي فوق الكونطوار وساهي وغادي يهبط عليه، يعني ما كيحميه حتى واحد. داك الشيء علاش الحمايه ديال هذا مول الحانوت وديال الموالين الحوانت كلهم يعني بشتى يعني الممارسات ديالهم التجاريه يكون واحد القانون مشدد اللي غادي يكون حامي واللي غادي يسمع به الانسان ويتردع على هذا الفعيل هذا، يكون عواقب او عقوبات مشدده لهذا النوع. العنصر الرابع الا وهو الكاميرات. ما تفرطوش فيهم ايها الاخوه، الكاميرات ثم الكاميرات ثم الكاميرا. راه الكاميرا في المحل راه شي حاجه مهمه الاخوان، خصوصا في هذا العصر مهمه بزاف ديال الحوايج. كنت درت فيديو ولا ما رجوش كاع على هذه الكاميرا هذه، لابد انها خصها تكون عندك في المحل. صبر اخويا وجمع شويه وشري كاميرا وركبها، على الاقل كاميرا ولا جوج تكون عندك في المحل، ولا بد وتكون خدامه مزيان والصوره واضحه وهذا، لانه كاين اللي كيدير كاميرا ولكن بلا يعني كتبغي تقلب ما كتلقى يا اما الزاويه ديالها ما بيناش مزيان، يا اما الكاليتي ديال الكاميرا عيان شي شويه من داك الشيء القديم ما بقى والو. المهم كنوصيكم انكم ديروا كاميرا مزيانه. كيبان لي طولنا في هذا الفيديو، ونتمنى نكون توفقت انني نوصل لكم هذا الشيء هذا. السلام عليكم ورحمه الله.